أشرف السيد محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات صباح يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 من جماعة سيدي محمد بن رحال إقليم سطات على إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2023-2024. وعرف حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي حضور السيد عامل العملات إقليم سطات والسيد رئيس جهة الدار البيضاء سطات ورئيس جامعة الغرف الفلاحية ورؤساء الغرف الفلاحية الجهوية والمنتخبون ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب ورؤساء الفيدراليات البيومهنية لسلاسل الإنتاج وممثل رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وممثل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين مامضة ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة. كما عرفت زيارة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات توقيع اتفاقيات شراكة مع عدة تعاونيات تشتغل في المجال الفلاحي وتوزيع مجموعة من البضارات في إطار التنمية للموسم الفلاحي الجديد. مناسبة باش نعلنوا على الإجراءات اللي حضرتها الوزارة فيما يخص يعني تحضير الشروط الملائمة للموسم اللي كيبدا الموسم المقبل 23-24. فاحنا خرجنا بواحد الموسم اللي كان جد جاف وباقي يعني الشروط والمناخية جد صعبة، يعني الحرارة يعني عالية وباقي عاد قلة الأمطار، والحمد لله اليوم بدات الأمطار نتمنى والله يكمل عليها. برامج يعني جد مهمة فيما يخص يعني التأطير ديال هذا الموسم، لا فيما يخص المدخلات الفلاحية. تبعا لتعليمات جلالة الملك حفظه الله، الدولة عملت على يعني دعم المدخلات الفلاحية، واللي يعني بعض العمليات اللي أول مرة كتعمل في يعني في بلادنا، دعم الأسمدة الأزوتية واللي هي كنستوردوها من الخارج تقريبا 50%، استقرار في الأثمنة ديال الأسمدة الفوسفاتية اللي كتعمل عندنا في بلادنا، وكذلك دعم البذور المختارة لا فيما يخص الحبوب تقريبا 30%، الطماطم والبصل والبطاطس ب40 حتى 50% على حساب يعني الأصناف، وهذا الشيء لأجل دعم يعني المواد اللي كتستهلك على الصعيد الوطني وتخفيض الكلفة ديال الإنتاج باش نأثروا على الأثمنة عند المستهلك وعند المواطن. فيما يخص الاستثمار، عندنا صندوق التنمية الفلاحية اللي فيه تحفيزات جد مهمة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر واللي انطلقت في 2020، وهذا الشيء طبقا لعقد البرامج اللي وقعناها مع الفيدراليات البيمهنية اللي هي 19 فيدراليه بمهنيه و19 يعني عقده برنامج، واللي كتعطينا الرؤيه من هنا ل 2030 بواحد الميزانيه اجماليه ديال 116 مليار ديال الدرهم خلال طول يعني المده ديال استراتيجيات ديال الجيل الاخضر. كاين كذلك فيما يخص هذه الظرفيه اللي باقيه صعبه استمرار في دعم الاعلاف ديال الماشيه وخصوصا الاعلاف المركبه والشعير، واللي بواحد المقاربه اللي ديال الشباك المفتوح، لان عملنا باش تكون الوفره بكثره تقريبا 5 المليون نتاع القنطار ديال الشعير اللي بدينا كنوسعوا فيه من يعني يوليوز الماضي، وحنا مستمرين، وعندنا في الهدف هو
18 مليار ديال 18 مليون نتاع القنطار، وكذلك فيما يخص الاعلاف المركبه كميات مهمه واللي كتوجه خصوصا المنتجين ديال الحليب اللي منظمين يعني في تعاونيات وفي الفيدراليه البيمهنيه للحليب.